نفرض إن معاك 100,000 جنيه وعايز تحطهم في البنك، تختار إيه؟ وديعة ولا شهادة؟ وإيه الفرق بينهم أصلا؟ وليه العائد في واحدة أعلى من التانية؟ النهاردة هنجاوب على السؤال ده بأبسط طريقة ممكنة ومن غير ما ندخل في تعقيدات بنكية. يلا بينا. يعني إيه وديعة؟ وإيه الفرق بينها وبين شهادة الاستثمار؟ وهحط فلوسي في أنهي واحدة؟ طيب ما الفايدة بتاعتهم قريبة ولا لأ؟ ولا أنا اللي مش فاهم؟ لو أنت كده يبقى أنت في المكان الصح، لأننا النهاردة هنشرح الفرق ما بين الوديعة والشهادة، بس مش بالطريقة اللي البنك بيقولها، لا هنشرحها بطريقتك انت، بالراحة وبالعقل وباللي يناسبك انت. جاهزين؟ يلا بينا. انا عايزك تتخيل معايا انك داخل البنك وقابلت شخصيتين جوه البنك، واحدة اسمها وديعة، هادية بسيطة مرنة، بتقولك حط فلوسك عندي شهر او 3 شهور او حتى سنة وارجع خدهم بعائد، ولو استعجلت مش هزعل، فكني وانا مش هخصم منك كتير. اما التانية بقى اسمها شهادة، شخصية تقيلة وبتحب الاستقرار، بتقولك 3 سنين معايا مفيش هزار وهديلك عائد ثابت كل شهر، بس ما تكسرنيش قبل 6 شهور عشان بزعل وباخد على خاطري. ده ببساطة الفرق في طبيعة العلاقة ما بينك وبين فلوسك مع كل واحدة منهم. معنى كده ان الوديعة دي عبارة عن مبلغ بتحطه في البنك لمدة قصيرة نسبيا، ممكن تكون اسبوع او شهر او 3 شهور او حتى سنة، مقابل عائد معين بيتحسب بنسبة سنوية، وبتقدر تسحب فلوسك بعد نهاية المدة بسهولة، وممكن تجددها او لا حسب اختيارك. اما الشهادة فدي مدتها طويلة المدى شوية، مدتها بتكون 2 او 3 او 5 سنين وبتوصل لحد 10 سنين. بتشتري الشهادة وبتاخد عائد ثابت طول المدة، وما ينفعش تكسر الشهادة قبل 6 شهور على الأقل، ولو كسرتها بيتخصم فلوس وجزء من الفايدة. تعالوا بقى نوضح الفرق بين الوديعة والشهادة. أول فرق المدة، الوديعة بطبيعتها بتحب العلاقة القصيرة، يعني أسبوع شهر 3 شهور أو سنة بالكتير، وفي حالات قليلة لما بتزيد عن كده. لكن الشهادة لأ، دي بتحب الارتباط الجاد، 3 سنين 5 سنين 7 سنين 10 سنين، ولو فكرت تمشي بدري العائد هيقل وممكن تخسر جزء منه، ولو كنت بتصرف العائد بتاعك فالبنك بيخصم الفرق ده من اصل المبلغ. تاني فرق هو نوع العائد، وديعة العائد بتاعها شبه الهدية، بسيط ولطيف وغالبا بيكون اقل من 13%. اما الشهادة دي بقى بتدلعك بعائد بيوصل ل 20% او اكتر، لكن خد بالك في المقابل بتاخد منك التزام. تالت فرق هو امكانية السحب، الوديعة عاملة زي صديقك اللي بيقولك لو احتجت حاجة كلمني في اي وقت، يعني تقدر تفكها في اي وقت. يعني لما تيجي تاخد فلوس الوديعة من البنك هنا في حالتين، الاولى انك تاخد فلوسك لما مدة الوديعة بتخلص، هنا البنك بيرجع لك اصل المبلغ زائد العائد اللي هو الفايدة اللي اتفقتوا عليها، وفي اللحظة دي بقى بتقدر تعمل حاجة من اتنين، تسحب الفلوس كلها او تجدد الوديعة تاني لو عايز. لو اخترت تسحب الفلوس ده اسمه فك الوديعة بعد نهاية مدتها، وده طبيعي جدا، وفي الحالة دي مفيش اي غرامات وهتاخد فلوسك كاملة زائد الفايدة المستحقة. لكن لو حاولت تسحبها قبل نهاية المدة ده اسمه كسر الوديعة، وفي الحالة دي في بعض البنوك بترفض انها تديلك فايدة او ممكن تقلل الفايدة بنسبة كبيرة جدا، وبعضها بياخد رسوم بسيطة حسب سياسة البنك. لكن العلاقة بينك وبين الشهادة بتكون جادة شوية، تقولك لازم تكمل 6 شهور على الأقل، وبعد كده لو هتمشي لازم تدفع تمن كسر القلب، وده لأن في قاعدة في كل البنوك بتقول لا يجوز كسر الشهادة قبل مرور 6 شهور من تاريخ شرائها، يعني ما ينفعش تسترد فلوسك قبل مرور 6 شهور بأي شكل من الأشكال، ودي قاعدة ثابتة في أغلب الشهادات في البنوك المصرية. طيب بعد 6 شهور ينفع تكسرها؟ ينفع، بس البنك مش هيديلك الفايدة كاملة وهيحسب لك فايدة أقل من الأصلية حسب المدة اللي عدت، وفي بعض البنوك ممكن تلاقي خصم من أصل العائد اللي كنت بتاخده قبل ما تكسر الشهادة. رابع فرق مرونة التعامل، الوديعة بمرونتها تسمح لك تجددها، تغير مدتها، تنقلها
تشغلها تلعب بيها. يعني بعد ما تخلص الوديعة لو مثلا كانت 3 شهور ممكن تجددها لنفس المدة، يعني 3 شهور تاني، أو تختار مدة مختلفة مثلا شهر أو 6 شهور أو سنة، وده معناه إنك مش محبوس في مدة ثابتة زي الشهادة. تقدر كمان تنقل الفلوس من وديعة لوديعة تانية في نفس البنك، أو تحول الفلوس من وديعة لحساب تاني، أو تعمل وديعة باسمك في فرع مختلف. يعني عندك الحرية في نقل الفلوس أو تغيير نوع الوديعة أو الجهة اللي فيها الفلوس. وكمان ممكن تكسر الوديعة وتسترد الفلوس قبل الميعاد لو البنك وافق، أو تخليها تتجدد تلقائيا، أو تضيف مبلغ عليها عند التجديد، أو تاخد العائد وتحوش الأصل بس. يعني مع كل دورة وديعة تقدر تعمل قرار جديد على راحتك. أما الشهادة لا، اتكتبت وخلاص، مفيش تغيير في المدة ولا في العائد ولا في طريقته، يعني انت ملتزم بالعقد زي ما هو. خامس فرق هو طريقة صرف العائد. وديعة ممكن العائد تاخده في اخر المدة او شهري حسب اختيارك، اما الشهادة بتقولك انا منتظمة، كل شهر هدفع لك جزء من العائد زي الساعة. الانتظام ده مفيد جدا لو بتخطط لمصاريف شهرية او مرتب اضافي ثابت. ومع كل الفروق دي الوديعة والشهادة بيتفقوا في شوية حاجات مهمة جدا. يعني مثلا الاتنين بيقولوا لك فلوسك في امان، لان الاتنين مؤمنين وبيخضعوا للبنك المركزي، يعني مفيش مغامرة ولا ضياع اصل. كمان الاتنين بيوفروا لك ارباح من غير ريسك، يعني مفيش مخاطرة وعائد مضمون مش زي الاسهم والعقارات. وكمان الاتنين مش استثمار حر، يعني اللي بيدور على ارباح كبيرة وتداول سريع فالاتنين مش مناسبين ليه. تخيل معايا ان معاك 100,000 جنيه حطيتهم في وديعة لمدة 3 شهور بفايدة بسيطة 12% سنويا، هتطلع لك حوالي 3000 جنيه بعد 3 شهور. لكن لو اشتريت بيهم شهادات استثمار 3 سنين بعائد 20% سنويا هتاخد 20,000 جنيه كل سنة، يعني حوالي 1666 جنيه كل شهر. يعني في ال3 شهور هتاخد 5000 جنيه. السؤال هنا، هل تحب تاخد عائد محترم كل شهر وتربط فلوسك، ولا تحب تستنى فترة قصيرة وتاخدهم كلهم مرة واحدة؟ قرارك بيرجع لطبيعة شخصيتك وموقفك المالي. الخلاصة ان الوديعة بتساوي علاقة مفتوحة، لكن الشهادة بتساوي ارتباط رسمي. الوديعة بتساوي مرونة وخروج سريع، الشهادة بتساوي عائد اعلى والتزام طويل. الوديعة بتقولك لو عايز تمشي عادي براحتك، اما الشهادة بتقولك هتمشي هتدفع. طيب اختار ازاي؟ اختار بناء على اجابتك للاسئلة دي. هل هتحتاج الفلوس قريب؟ مستعد تربط الفلوس فترة؟ محتاج دخل شهري ثابت؟ ولا بس بتأمن على فلوسك فترة صغيرة؟ لو جاوبت على الاسئلة دي تقريبا هتقدر تختار. في الحلقات الجاية هنتكلم اكتر عن الودائع وشهادات الاستثمار. تابعونا وان شاء الله هتلاقوا كل اللي انتم محتاجينه هنا. دمتم بخير والى اللقاء.